السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين قناة فنون الخياطة وإعادة التدوير. النهاردة هنعمل مع بعض حلقة كده بسيطة وسريعة، لكن تنفع ستات البيوت جدا. أدوات زي ما انتم شايفين، لكن نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما نبتدي الشغل عشان ربنا يحسن ما بين إيدينا. أنا هعمل معاكم إكسسوار، وبرضه هستخدم الإكسسوار القديم، يعني إعادة تدوير مع تعميل جديد، سواء لبناتك سواء فكرة مشروع تبيعيه لستات البيوت. وهاقول لِك تكلفته إزاي. أنا جيت أجيب لأحفادي مرّة توَّج زي ما أنتم شايفين، الأطواق دي كانت مشغولة زي ما أنا هاعملها دلوقتي، يعني داخل الواحد في 20 جنيه. طيب أنا جِبت 4 طوق زي ما أنتم شايفين دول ب10 جنيه، الواحد ب2 جنيه ونُص، وأنا هاستخدم معاه شوية خرز وشوية ستان. وجِبت لكم على سبيل المثال معايا عُقد، معايا غويشة كده، هاعمل بيهم أشكال، منهم هاستخدمهم ومنهم يعني في التوَّج، وفيه هاستخدمه في حاجة تانية. هامسك أول واحد، ده هاشرحه ببطء شوية، هياخد منّي وقت، لكن الباقي على السريع، هيبقى أنتم فهمتوا الفكرة. عفوًا معلش صوتي تاعبني شوية، كان عندي برد. باجيب كده شريط من الستان، ال الستان دوّة لمّا بتجيبي بَكَر، في الرفيّع، في العريض شوية، في العريض خالص زي ده، وفي أعرض منّه. بَكَر الستان مش غالي، اللي هو الرفيّع يعني ب3، 4 جنيه، ب5 جنيه، في أعرض شوية ب7 جنيه، العريض اللي زي ده بوشّين ليه ب15 جنيه. طبعًا أنتِ لو هتعملي حاجة لبناتِك أو يعني هتجيبي لونين 3، برضه عايزة أجيب ألوان كتير، ممكن تجيبي متر، مترين بجنيه، ب2 جنيه المتر، مش لازم البَكَر على بعض. هاحتاج معايا مسدس شمع، أو اللي هو ممكن تجيبي الدبل فيس اللي هو الرفيّع، لكن أنا مفضّلة الشمع أحسن. كمان ما باحطش شمع كتير، أنا باحط نقطة وبتلفي الستان ده، وكل كام لفة نقطة عشان تمسك مع بعضه، لإن بيلف على بعضه، فأنتِ مش محتاجة تحطي شمع كتير من الداخل في الأول. أنا يعني لفّيت الطوق بكحلي، وعندي أزرق فيه نقط أبيض زي ما أنتم شايفين. هابتدي بالخيط والإبرة، أعمل له كده كسرات وأخيّطه بالخيط والإبرة. بُصّوا، بتاخدي يعني بداية الكسرة وآخر الكسرة غرزتين عشان تمسك معاكِ، وباكسرها على بعض، أحاول أخلّيها تبقى قد بعضها الكسرات دي. أنا معلش باصوّر كادر، التصوير كان جاي عكس إيدي، أنا ما انتبهتش إلا وأنا باسجّل لكم دلوقتي. فباعمل كسرات كده لحد تلتين الطوق زي ما هتشوفوا. هاسيب جزئية بعديه كده فاضية شوية عشان أحط فيها فيونكة، وبعدين بابتدي آخد بقية الطوق من الناحية التانية كسرات عكس، عشان تبقي دي رايحة يمين ودي رايحة شمال. دي فكرة مشروع حلوة جدًا، لو حد بيعمل وعنده محل أو عنده مكان منفذ بيع، يعني هو يبيع، أو على السوشيال ميديا زي ما الناس كلها بتبيع كده، أو تاخديهم كده بجملة لحد من اللي عنده الأماكن دي. وطبعًا لمّا تشتري الحاجات دي بالجملة طبعًا بتبقى أرخص. أنا طبعًا شارية الحاجة دي من الناس بتبيع عادي، عشان دول هاعملهم كده في البيت لأحفادي يعني، وأورّيكم الفكرة. بابتدي طبعًا تحطّي شمعة كده، باحط خط رفيّع لكن متصل كده في النُص، وطبعًا أنا موسطنة الخياطة بالضبط، وباحط برضه نُص الستان اللي أنتِ شايفاه الخياطة على الطوق، عشان ما يميلش منِّك كده وكده، بيبقى شكله باين يعني مش ظريف. طبعًا هي الستان ده أعرض شوية من الطوق، فيعني حرافه باينة زي ما أنتِ شايفة. باحب أغلِّف الطوق ده من تحت بالستان كلّه، عشان ما يبقاش في حاجة تشبُك في شعر الولاد. جِبت كده خَط ستان من الرفيّع خالص الأبيض، وحطيته في نُص الكسرات دي زي ما أنتِ شايفة، وتحت بقى كلّه بالولاعة الستان بتعمليه. وأنا هنا أعمل فيونكة، باقيس كده الأول الطول اللي أنا عايزاه وباقص الخيط، وهاجيب كمان واحد أزرق لكن هاقصه أصغر شوية من الأبيض. هاعمل 2 فيونكة فوق بعض. فيونكة سهلة جدًا يا جماعة، بطريقة سهلة، ممكن أعملها لكم فيديو shorts كده، يبقى وشّها للفيديو تشوفوه إزاي للكاميرا. باقطع طبعًا الأطراف كده بميل أو بالولاعة على طول نعملهم، وأنتِ بتلفّي يا دوبك الستان زي ما بتلفّي كده يعني لقدّام، يعني كإنِّك بتربّعي إيديه كده، تعرّضيها من فوق، تقصّري الطرف من تحت حسب ما أنتِ عايزة، وبالإبرة بالفتلة من النُص كده باخدهم في بعض كلّهم غُرزة، وبادكّكهم كده كإنِّك بتدكّكي بسن الإبرة زي السراجة كده،
من تحت لحد فوق وتشدي الخيط وترجعي تاني لحد ما يتثبت معاكِ، بيعمل فيونكة حلوة جدًا. وأنا عملتها مرّة عريضة وحطيت كده فيها فَص طويل عامل زي الفراشة بالضبط، وكإنه جسم الفراشة، فسهلة جدًا وبتطلع شكلها جميل جدًا. أنا أعملها وأعمل عليها طبقة من الأزرق، بس طبعًا بتروحي وتيجي فيها كذا مرّة وتمسكيها حلو جدًا، ما باقطعش الخيط، هاعمل الأزرق عليها نفس الحاجة من فوق، طبعًا الزرقا دي بتبقى يعني أصغر شوية، أصغر حاجة بسيطة يعني بتبقي سايبة سنتي من هنا وسنتي من هنا أطول البيضة، فرق بينهم 2 سنتي والّا حاجة، وباشدّهم بقى بالخيط مع بعض، باحطّهم كده على بعض وباثبّتهم مع بعض، هيدّيني شكل جميل جدًا. بُصّوا الفيونكة شكلها جميل إزاي، وباحطّها في الجنب اللي أنا سِبت منّه كسرات شوية، نقطة شمع حلوة كده وبتلزق معاكِ، الحاجة بتمسك زي الحديد ما بتفُكِّش تاني. بُصّوا شكلها حلو، طبعًا أنا باقول لِك أفكار وباقول لِك حاجات وأنتِ بقى تبدعي مع نَفْسِك يعني، باجيب الستان وبالفّه كده من تحت عشان نقفّل على الطوق، يبقى شكله زي الجاهز بالضبط، ما فيش حاجة تخربش الولاد ولا أي حاجة، نقطة شمع وبالِف حواليها الستان وباقطعه من جوّه وبامشّي عليه الولاعة، ما يبقاش في أي أطراف ولا خيوط ولا أي حاجة وبيمسك على بعضه، أهو زي ما أنتِ شايفة، بالِفّه للداخل وبالولاعة وباعمله ما بيبقاش فيه أي أطراف خالص. حطيت أنا في نُص الوردة هنا زي ما أنتم شايفين خرزة بيضا، لإن طبعًا حاطة ستان أبيض، ومعايا برضه شريط زي ما أنتِ شايفة ممكن تحطيه من غير الستان الأبيض، أنا جه في بالي بعد ما عملت الشريط اللي هو عند بتاع الكُلَف، أهو بُصّوا، كنت باجيبه زمان ب5 جنيه بقى ب7.5 الشريط المتر، بعد كده نبتدي بقى نشكِّل نعمل على طول، جِبت طوق تاني، لو وصلتِ معايا هنا لحد الفيديو انزلي اعملي لي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعّلوا زر الجرس. بُصّوا دوّة استرس الكدّاب واسترس من التاني الحلو، أنا عملت من الحلو التاني، الفرق بينهم التاني حوالي 15 سطر ب10 جنيه المتر، دوّة أنا شارية ال5 صفوف دول يعني بحوالي 15، 20 جنيه لإن كل صف 3 ب5 لإن شكله نضيف يعني، بدل ما أعمل خطين كده سادة خدت حتتين كده مربعين زي السمبوكسة زي ما أنتم شايفين، أنتِ تقدري تعملي بقى كل التوكة كده سمبوكسات تعملي 3، 4 جنب بعض زي الفيونكة. ومشيت بقى خطين رفيّعين جنب بعض على الستان النبيتي زي ما أنتم شايفين. هتدّيني شكل جميل جدًا، أفكار والله حلوة يا جماعة، أنا برضه لا شُفتهم ولا محضّراهم، أنا يعني كنت وأنا باشتغل معاكم بافكّر وباعمل على طول، يعني ده تفكير وقتي كده وأنا باعمل، فعشان كده أنتِ ممكن تغيّري برضه ييجي لِك أفكار تانية خالص وأنتِ بتتفرّجي عليَّ، فتستخدميها، وطبعًا اللي هيعمل مشروع هيعمل أشكال كتيرة جدًا، يعني ممكن تغيّري عشان عندِك أشكال، اعملي كل 3 شكل، كل 6 شكل، غيّري مثلًا في الألوان واعملي نفس الشكل، وهكذا. شايفين شكلها حلو إزاي؟ شكلها simple خالص وظريفة. أنا باكمّل بقى بقية الشريط عشان أحط بقية الطوق من الناحية التانية. بُصّوا شكله، عملنا كده 2، هاجي هنا أعمل واحدة تالتة غلّفتها هنا بالأسود، وجِبت شريط ستان النبيتي وعملته كسرات كده، النبيتي ده أعرض بس سميك بس شكله حلو، والكحلي اللي كنت مغلّفة بيه الطوق التاني ده اللي تحت. لإن بيبقى في تخين كده ليه وشّين، يعني بيلمع من الناحيتين، فيبقى تخين وماسك نَفْسه. الله أكبر! ومعايا هنا شريط خرز زي ما أنتم شايفين فيه فصوص كده بس الصوت مش مبيّنه، الصورة مش مبيّناه، حطيته على وسط الستان، وباعمل برضه 2 فيونكة أبيض ونبيتي، لكن عشان بُصّوا ده رفيّع زي ما أنتم شايفين والنبيتي عريض، فأنا هاعمل 2 أبيض فيونكتين فوق بعض وأتاخرهم عن بعض شوية هتشوفيها دلوقتي هتدّيكِ حجم فيونكة أكبر، وبعدين عليها النبيتي من فوق، نفس الطريقة ونفس الفكرة، طبعًا يُستحسن كل حاجة بنفس الخيط بتاعها، لكن أنا عشان أحط النبيتي من فوق كنت مستخدمة الخيط الأسود مش باين في النبيتي،
لكن كله هيبقى من تحت مش باين. الأبيض ده بامسكه مع بعضه، أنا ما غيّرتش الخيط بقى، وهاحط عليه النبيتي من فوق. أنا بادّيكم أفكار سريعة، عملت معاكم أول واحدة وطبعًا الباقي خلاص هابقى بعد كده في فيديو منفصل إن شاء الله shorts أعمل لكم الفيونكة دي وشّها للكادر الصورة، بس وحاطط عليها خرز من اللي على الطوق. ده غلّفته بقى بالoff white، الoff white شكله جميل جدًا، لكن مش باين خالص في التصوير ظالمه. أنا خدت عقد بقى قديم كان فيه وردة وفيه خرز pink فاتح خالص، ماشي مع الoff white روعة يا جماعة، بس الصورة والله ظالمة الطوق ده، شكله رقيق جدًا. حطيت الوردة كده من فوق وحطيت فيها خرزة وخدت الخرز البينك حطيته داير ما يدور على الطوق كده، شكله جميل خالص والله، شكله رقيق خالص، بينك فاتح على الأوف وايت شكله جميل جدًا. كده عملت 4 أطواق بُصّوا بأشكال مختلفة، استخدمتش فيها مترين ستان كل واحد والّا متر، مع بعض خرزات من عندِك أو عقد قديم لطفلة أو غويشة أو حاجة. بُصّوا، هاستخدم برضه غويشة تانية، فكرة تانية معايا. بُصّوا، دي غويشة خرز لكن كانت طبعًا ماسكة نفسها يعني فيها سلك متكِّكة بسلك. جِبت أنا واحد بتاع cup cake صغير، ممكن تستخدمي غطا علبة، تستخدمي غطا يعني spray أي حاجة، وجِبت الراس الكدّاب ده أسود معايا، هاغلّفه كده من تحت عشان أكسر السيلفر شوية، لإن الخرز بتاع الغويشة فيه دهبي وفيه pink فمش هيبقى لايق مع السيلفر أوي. أنتِ أي حاجة عندِك بقى غطا، علبة، طبق صغير بتاع السلطات اللي بييجي مع الأكل الجاهز، أي حاجة تقدري تستخدميها. استخدمت أنا الغويشة دي عملتها زي اليد كده كأني سلة وليها يد. معلش أنا كنت تعبت ووقفت فخرجت إيه، خرجت برّه الكادر. ده جِبت قطعة فِل من اللي فيها الستان وطلعت على قد الكَب بالضبط. أنا هابتدي أشيلها لإني مش هاعرف أدخّل فيها الورد لإني جامدة، وطبعًا الكَب خفيف. خرّمتها كده إبرة كروشيه زي ما أنتم شايفين سميكة، وجِبت شوية أخضر كده من الشعر وقصقصته عشان أنا مش عايزاه يعني يبقى هايش السِلّة صغيّرة من بتاع الفروع الزينة دي، وأعمل له تحت زي ورق أخضر، وخدت كام وردة صغيّرين في كده فروع ورد صغيّرة. يا رب تكون عجبتكم. كده الأفكار بتاعتنا خلصت. شوفوا سلة الورد دي بتشتريها بكام، برضه بتبقى ب20 ب25 والإكس